اهلا بيكم مرة تانية في حلقة جديدة. هنتكلم النهاردة عن توقعات ارتفاع الاسعار، سواء سعر الفايدة او سعر اسعار الذهب نتيجة لاجتماعات البنك المركزي. لان جات لي اسئلة كتيرة جدا الفترة اللي فاتت: هل الفايدة هتزيد عن كده؟ هل هتستمر؟ هل هتنزل؟ هل هتثبت؟ فاللي انا اقدر اقوله لكم ان بعد طبعا اجتماع المركزي الاخير ان في سعر الفايدة زاد. ومن المتوقع على نهاية شهر اللي هو الاجتماع الأخير الاجتماع التاني يبقى في نهاية السنة يعني. في شهر ديسمبر الجاي هيبقى فيه اجتماع تاني للبنك المركزي. أنا متوقع طبعا إن الفايدة طبعا هتزيد كمان، لأن البنك المركزي الفيدرالي اللي هو البنك الأمريكي هيرفع سعر الفايدة كمان فيه مع نهاية السنة اللي احنا فيها. وده هيؤدي طبعا لرفع الأسعار في على مستوى البنوك كلها، لأن طبعا يعني ده بالتبعية. فبناء عليه انا بقول ان لسه سعر الفايدة هتزيد زيادة عن كده بنسبة كبيرة جدا على نهاية السنة. طب تأثير ده ايه على السوق؟ طبعا بيرفع الاسعار، لان معدل التضخم لما بيزيد، تمام، او لما الفايدة بتزيد في البنك اللي هو المركزي الامريكي، بيرفع من معدلات التضخم داخل البلاد بتاعتنا، وبيؤدي ارتفاع التضخم الى ارتفاع الاسعار، سواء سعر الفايدة او سعر الذهب. تمام. ويعني مع الاخذ في الاعتبار كمان ناخد بالنا ان ارتفاع ان يعني اجتماع المركزي اللي فات ورفع الاسعار الفايده او التضخم اللي موجود فيه لسه ما سمعش في السوق. يعني لسه الاسعار هتزيد الفتره اللي جايه شويه، ويرجع تاني تزيد تاني مع الربع الاولاني من يناير الجاي في 2023. يبدا يسمع في معدل التضخم الازيد اللي هيحصل نتيجه اجتماع البنك المركزي في شهر 12. طبعا انا عارف ان يعني الكلام اللي بقوله ده ممكن يكون مأساوي بقى يعني لبعض الناس، ولكن انا بقول لكم الحقيقه اللي موجوده، عشان مش هضحك عليكم واقول لكم ان الدنيا مظبوطه او كده. لا، ده يعني ده لسه كمان نتيجه الاجتماع اللي فات لسه مثلا ما عادش في السوق، يعني لسه كمان المفروض الاسعار هتزيد عن كده. تمام. تمام. دي حاجه. نصائح بعض الناس: اللي معاه دولارات ما يبيعهاش، طبعا يحتفظ بيها، ويفضل احتفاظ الاشخاص بالذهب اكتر من الاسعار اكتر من الايه، من الدولار. لان الفتره اللي جايه ممكن يتعرض الدولار على اول السنه لاي هزه من الهزات، سواء يعني انت احنا كلنا عارفين الوضع السياسي ما بين امريكا وروسيا. وكمان الدول حاليا بدأت بعد ارتفاع المركزي اللي هو الفايدة في أسعار المركزي، بدأت إن هي تحاول إن هي يعني تفصل نفسها عن الدولار. طبعا هو الموضوع صعب، ولكن في محاولات في كذا بلد من ضمنهم مصر ان هم يفصلوا اللي هو التعامل عن الدولار، وبيحاولوا ان هم يستخدموا وسيله يعني وسيط اخر خلاف الدولار في التعامل بين الدول. فممكن في لحظه ممكن الدولار تلاقي السعر اختلف فيه، ولكن الذهب هيبقى اسعاره هتبقى ثابته الى حد ما. فالكل يعني ايه اللي عايز يحتفظ بالاموال سواء بالدولار يحتفظ بقى بالدولار او بالذهب، الاتنين في حاله ربحيه بالنسبه لهم كويسه. بالنسبة للأسواق، لا، توقع إن في أسعار السلع في الأسواق هتزيد. لسه في زيادة في الأسعار طبعا. وكمان طبعا ممكن ينزل شهادة على آخر السنة كمان زيادة 1% أو 2% عن المعدل اللي موجود عندنا حاليا. أتمنى تكون الحلقة فادتكم. إن شاء الله أقابلكم في حلقة جديدة. مع السلامة.